يا مساء الخيرات والهنا والسعادة عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا رؤية مصرية عايشة في تركيا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك، وكمان لو اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب، اشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوز اللي بنزلها. ولو حسيت انه محتوى القناة مفيد ما تنسوش تعملوا له شير مع اصحابكم. النهارده هنعمل مع بعض فيديو كده بسيط، يا رب يعجبكم. المواعين ما لقيتش عندي بريل للاسف كده، فحطيت اللي هي واحده من التابلت بتاع غسالة الاطباق وغليت ميه. مش عارفه التجربه هتنفع ولا لا، بس ان شاء الله تنفع يعني. عشان انا محتاجه ضروري اغسل حاجات. حاساها نجحت الحمد لله. بصوا، فدي لو حد اتحط في هذا الموقف العصيب يتصرف هذا التصرف. نفعت الحمد لله. سخنة. بس هغسل دي وغسلت دول برضو على ايدي. بصوا، عذرا على صوتي بس ده تحدي انا عملته بيني وبين نفسي. بصوا الساعة كام؟ الساعة 6:30، يعني باقي ساعة بالظبط على الفطار وانا ما عملتش لسه اي حاجة. زي ما انتم سامعين صوتي تعبان، فبدل ما هشتري اكل من بره او نبعت نجيب اي حاجة، فانا قلت هعمل لهم حاجة سهلة وسريعة بسرعة جدا. دي السمنة، اللهم بارك. بصوا ده المرتة اللي طلعت، غالبا اسمها المرتة. ودي بصوا السمنة، اللهم بارك، اللي طلعت هعمل منها كنافة. عايزة اقول لكل ام انتي بطلة. انتي 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 حاجة مهمة في حياة الموجودين في البيت. انتي تستاهلي كل خير، انتي احلى حاجة في حياة اي حد موجود في البيت. بجد احنا بنتعب جدا. احنا فعلا ان شاء الله باذن الله لينا الجنة. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. حبيت اقول الكلمة دي لان هو الوقت ده فكرني بماما، ربنا يديها الصحة. في عز ما هي تعبانة برضو كانت بتقوم وتعمل لنا الحاجات اللي المفروض تعملها، مش اللي هي فاهمين. فانا قررت ان انا اعمل زيها. او مش هينفع اطلب لهم اكل من بره عشان حرام ما يتعبوش ولا اي حاجة، واكل بره مش حلو وكده. فقلت هعمل اسهل حاجه في كل حاجه، فاهمين. هعمل فراخ مسلوقه وهعمل ملوخيه. في كده كام واحده سمبوسك، حته عجينه يعني عملتها وقلت هحطها في الفرن. هشوف في الفرن احلى ولا اللي كانت على اسمه ايه، في الزيت احلى يعني. ادينا بنجرب مع بعض. بس هغسل بقى الحاجات دي وهبدا معاكم الفطار على طول. يلا بينا. وطبعا زي ما احنا لسه مستمرين بناخد كل يوم حد من التعليقات وندعي له. النهارده هندعي لبنوته اسمها هند محمد ان ربنا ان شاء الله ييسر لها ويسهل لها كل امور جوازها يا رب، اللهم امين. وان شاء الله يجعلك زوجه صالحه ويجعله زوج صالح ليكي، وان شاء الله يملى بيتكم بالخير والبركه يا رب، ويرزقكم بذريه صالحه. والف الف مبروك على الجواز، وان شاء الله بقى وقولي لنا ان شاء الله في فرحك بقى، عشان ايه كلنا كده نبارك لك. بس كده. وما تنسونيش في دعائكم وتدعوا لكل اللي ماتوا. وادعوا لبابا ربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ويرحم كل اللي ماتوا. وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة بإذن الله. ربنا يكبر بخاطركم كلكم يا رب، ويسعدكم ويهنيكم ويرزقكم كل اللي بتتمنوه يا بنات، واكتر من اللي بتتمنوه ان شاء الله. قولولي كده، مين زي ما بيحبش يقف في المطبخ غير لما ينضفه كله؟ انا ما بحبش اعمل اكل او اي حاجه غير لما في المطبخ ده يبقى بيلمع، انما المطبخ لما يتبهدل انا ما بعرفش اقف ان انا اعمل اي حاجه، ببقى مش مرتاحه كده نفسيا. بصوا دي بصلايه متقطعه كده. جربوا الحركه دي، حطوا عليها حبه فلفل اسود كده حلوين. بصوا كده ودعكوها. اهو فاهمين، انا بدعكها كاني بعصرها كده. خلاص. وبعدين هفضل ادعك بيها الفرخه بقى كده كويس جدا قبل ما احطها في ايه، في السلق، فوق وتحت وفي كل ايه مكان كده. بصوا، هو اللي انا بعمله ده تحدي.
بس ان شاء الله انا قد التحدي. بس كده بسم الله. اول بقى ما الميه تغلي هننزل بالفرخه القمر بسم الله وحبه البصل برضه دول. بس كده. دلوقتي كمان هحط معاها طماطم وجزر. دلوقتي هعمل معاكم عصير البرتقال. وبكده خلصنا البرتقان وعملنا عصير برتقان فريش يساعدنا على الجو البرد اللي احنا فيه ده. بس كده ونشوف بقى المهمة اللي بعدها ايه. دلوقتي هعمل الرز بالشعرية وكمان هعمل اللسان العصفور بالخضار. يعني لسان عصفور هحط عليه بسلة وجزر بيطلع طعمه حلو جدا جدا. وممكن كمان لو عندكم فاصوليا خضرة كده يعني بيطلع طعمه حلو جدا جدا يا بنات. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله هيعجبكم. بصوا من برضو الحاجات اللي بحب احطها على الشوربه كده نص ليمونه. بس كده. دلوقتي باخد بقى اشرب كل حاجة على حسب الرز بياخد قد ايه اسمها ايه دي الشوربة. بصوا انا واقفة في نفس ذات التوقيت بعمل ال3 حاجات مع بعض. بجد الواحد لما بيحط دماغه في حاجة وبيتحدى نفسه بصوا انا حسيت ان انا كسبت التحدي ده بجد يعني الحمد لله. هنا كده بحط اللي هي عارفينها خلاص انتوا حفظتوها معايا اللي هي الشوربة دي اللي بتاعت المرقة اللي هي بديل المرقة هنا. دلوقتي بحط اللي هي الشوربة بتاع الملوخية بس مش هعملها معاكم عشان انا عملتها معاكم من فيديوهين بالظبط اللي هو فيديو اول يوم رمضان ده. بس كده. دلوقتي هسيح السمنة عشان هعمل كنافة. محتاجة غالبا كوباية. بسم الله.
بس كده. نفس الطاسه هعمل القشطه. بسم الله. واحد، هحط 3 معالق دقيق. 1 2 3، واحط 2 نشا. احط 4 سكر. وهقلب فيها لحد ما تتقل. ده سكر بودرة هعمله كده مع الكنافة. هحط بقى ايه كوباية السمنة دي. انا جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها وبدهنها سمنه كويس جدا، يعني حبه حلوين كده محترمين كده. وبعدين هبدا اخد الكنافه بعد ما خليتها تغلغلت بالسمنه كامله كده، وبعدين ببدا احطها كده ارصها، ولازم اطلع لها حرف علشان القشطه اللي انا عملتها ما تطلعش بره يعني. بعد ما بصوا عملتها وعملت ليها بتاع، بصوا اسمها ايه الكريمه. خلاص هبدا، هي بصوا تقلت ازاي، فهبدا ايه بسم الله احطها كده. بس انا اول مره في حياتي اعمل اللي هي كنافه بالكريمه دي. نعم ماشي حاضر هستعمل. بس انا حاسه ان الكريمه زادت ولا حلوه كده؟ حلوه. بصوا هبدا ايه، خلاص مش هحط نار، خليه. بصوا حاول ان هي تبقى ايه كده، ما تروحش لايه للاخر. استنى بقى تبرد شويه وبعدين هحط الباقي. هنا بعد ما سبتها تبرد شويه بدات احط عليها باقي الكنافه، وبعدين اذان العصر. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، على سنة الله. رجعنا تاني بس، وبعدين هنبدأ بقى نحط كده الباقي، وبعدين نبدأ ندوس كده بالراحة عشان الخليط بتاع الكنافة ما يطلعش من القشطة، قصدي ما يطلعش كده من الجناب، بس برضو لازم نسويها كويس، يعني بنضغط بس بالراحة وبنحطها في الفرن. ودلوقتي طلعت من الفرن، بصوا شكلها قمر، اللهم بارك. حطيتها على درجة حرارة 180، اخدت حوالي 20 دقيقة مثلا، بس لحد بس ما هتلاقوا الجوانب احمرت ولقيتوها لسه من فوق ما احمرتش. هتعملوا الشوايه حوالي 3-4 دقايق كده بس. شايفين؟ وده شربات بارد، انا كده كده جهزت معاكم الشربات قبل كده. بجد شكلها اللهم بارك تحفه تحفه، وطعمها كان خطير. بس حسيت ان القشطه مش عارفه حسيت ان فاهمين مش طعمها زي القشطه بتاعتنا مثلا العاديه، القشطه البلدي دي. ودي كانت سفرتنا، يعني هي ما تبانش ان هي واو قوي، يعني الرز كده مش محطوط بشكل لطيف ومنمق ومش عارفه ايه، بس انا كنت حاسه ان انا مش قادره خالص، وده كان اكبر قدر استطاعتي يعني. وبالنسبه السمبوسك اللي في الفرن، لا المقليه الصراحه طلعت احلى بكتير. وبصوا هنا بعد ما قلبتها وحطيت عليها كده حاجات زينتها بسيطه، وحطيت فراولايه في النص، شكلها كان اللهم بارك تحفه تحفه. بس انا هرجع واقول ان القشطه البلدي حاساها احلى بكتير بكتير جدا جدا من القشطه دي. ما مش عارفه انا، ما هي حلوه وكل حاجه والله وجميله، بس القشطه البلدي احلى. يعني انا بالقشطه دي ما حسيتهاش ان هي عجبتني واو يعني. بس شايفين شكلها. انما الصراحه بقى لما انا بعمل كنافه ساده فاهمين، وبحط عليها قشطه من فوق اللي هي القشطه البلدي دي، بتبقى في حته تانية برضه، بتبقى خطيره.
هعملها معاكم ان شاء الله يعني. بس كده، وده كان يومنا، وكده الفيديو بتاعي يكون خلص، ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامه. افتكر هيطلع طعمها حلو. قولوا رايكم بصوت عالي، يلا. بسم الله. يلا تعالي يا جوري دوق. ايه يا خديجه رايك؟ دقتيها؟ حلوة بجد؟ بسم الله. تحفة بجد.